السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام وسعادة. الفيديو بتاع النهاردة حبايبي فيديو مميز جدا. هنعمل مع بعض الكحك الناعم الدايب دوب، ولأول مرة هنعمل كمية كبيرة تكفي عيلة. هنعملها بأشكال وحشوات مختلفة، وهنقول عن المقادير والتسوية المظبوطة وازاي يعيش معاكي فترة طويلة بدون ما يغير ريحته ولا يغير طعمه. واهم حاجة ياريت نكمل الفيديو الاخر عشان نطلع مستفادين، وياريت ما ننساش نحط اللايك. واول حاجه هنسمي الله، ومعانا هنا 3 كيلو من السمنه، والسمنه بتكون بدرجه حراره الغرفه. وكل كيلو هيحتاج معلقتين كبار هرميين من السكر البودر. وبعد كده هنجيب المضرب ونضرب السمنه مع السكر، نضربها كويس جدا لحد الخليط ما ينعم معانا ويدينا الشكل الكريمي الجميل ده، لانه هيكون سبب من ضمن الاسباب اللي بتخلي الكحك يطلع ناجح معانا. ودلوقتي هنركن الخليط دوت على جنب ونجهز المكونات الجافه. ودلوقتي معايا 6 كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بشوية كده من السمسم محمراهم في معلقة كبيرة من السمنة. دول حوالي 4 معالق او 5 معالق كبار من السمسم هرميين، ومحمصاهم كده في معلقة سمنة. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من ريحة الكحك البودر. وكل كيلو دقيق هنزل عليه بمعلقتين كبار من اللبن البودر. يعني معانا هنا 6 كيلو من الدقيق، اضربي 6 في 2 يعني 12 معلقة من اللبن البودر. بيدي تيست عالي جدا وجميل جدا للكحك. واخر حاجة هنضيفها معانا باكو من البيكنج باودر. بعد كده هنقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضها، وفي الدقيق من النص كده هنعمل فتحة وننزل بالخليط اللي معانا. بعد كده هنقعد بقى نقلب الدقيق مع الخليط السمنة والسكر لحد ما نلاقي الدقيق اختفى معانا والسمنة امتصت الدقيق كله. كنت مجهزة هنا نص كوباية مية دافية وفيها معلقة كبيرة من الخميرة، وكنت حاطة تحتها طبق لان انا عملتها من الاول خالص قبل ما ابدأ، فبالتالي فارت زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنكمل بس كده في الدقيق عشان يمتص السمنة كلها. وبعد كده اول حاجة هنزل بالخميرة. وبعد ما نزلنا بالخميرة بنقعد نقلب في العجين لحد ما الخميرة تتوزع على العجين كله كده. وواحدة واحدة هبدأ ان انا ازود مية حاجة بسيطة كده واقلب. يعني انا مش هعجن زي العيش، لا احنا هنقلب كده، نشيل من تحت لفوق، نقلب كده ببعضه لحد ما العجينة تلم معانا وتبقى طرية. طيب هنفضل نزود ميه لحد امتى؟ انتي كل ما بتزودي شويه ميه وتقلبي بتاخدي قطعه عجينه كده وتدوريها في ايدك، وبعد كده بتضغطي عليها، لقيتي العجينه شققت معاكي، بتفضلي تزودي شويه ميه بشويه ميه لحد العجينه ما بتنعم معانا تماما. في الوقت دوت ممكن يجيلي سؤال من امرايا كده، طب ليه احنا بنعجن بالميه وما عجناش بحليب بلبن؟ يعني احنا عاملين كميه كبيره من الكحك، فبالتالي لو قعدت معانا واحنا عجنينها بالميه ما بيغيرش طعمه ولا بيغير ريحته. اما لو احنا عجنينه باللبن فبيغير ريحته لو غاب عندنا. تمام. فانت ممكن تستخدمي اللبن في حاله واحده لو انت هتعملي كميه بسيطه، يعني مثلا هتعملي كيلو، هتعملي 2 كيلو، يعني لو هتعملي كميه مش هتغيب عندك وهتخلص بسرعه، تقدري ان انت تعمليها باللبن. وبعدين احنا هنا حاطين لبن بودر معانا في الكحك، يعني هيدينا الغنى اللي بنشوفه معمول باللبن السايب. وبعد ما خلصنا انا هنا بقى بختبر العجينة، بشوف مستواها معانا هتبقى عاملة ايه، هل هي ناشفة ولا طرية ولا محتاجة حاجة. فدلوقتي بعد ما كورتها وعملتها كرة كده بضغط عليها، بصي ما بتشققش معانا، طالما ما شققتش يبقى العجينة كده مظبوطة. ودلوقتي احنا معانا هنا الحشو مجهزينه. معايا هنا الملبن ضفت عليه سوداني مجروش ومعلقه كده من السمنه، وقلبتهم مع بعض لحد ما بقوا زي ما انت شايفه كده. لو حابه تضيفي ليهم قرفه بتضيفي، مش عايزه خلاص. ومعايا كمان العجوه، جبت العجوه اللي هو القالب الناعم تمام كده، وضفت عليه معلقه من السمنه وعلى البوتاجاز وسيحتهم مع بعض لحد ما دابت معانا. بعد كده بناخد قطعه من العجين ونضيف فيها الحشو. هنا انا هحشي هنا اول حاجة بالملبن، بحط قطعة الملبن قطعة بسيطة عشان ما تخرجش من الكحكاية، وادورها كويس كده عشان المسام بتاعة العجين كلها تبقى مقفولة، ويدوبك بكف ايدك كده وبتضغطي ضغطة بسيطة. وبعد كده بجيب الحرف بتاع الختامة وبغزغز زي ما انت شفتي كده. هعمل واحدة تانية اهو بعد ما حشيتها ملبن.
لازم نكورها بالشكل ده كويس عشان خاطر الملبن ما يخرجش منها. بعد ما ضغطنا عليها بنجيب حرف الختامة وبنمشي على الكحكاية بالشكل ده. عملت معانا نقشة جميلة جدا. وطول ما احنا شغالين بنغطي بكيس مشمع كده العجين عشان ما ينشفش معانا. هنعمل تاني اهو. جبت قطعة العجين وحشيتها بالملبن وبقفل عليها كويس جدا، وبعد كده بكورها بدورها كده بعملها زي الكرة واضغطها ضغطة بسيطة ببطن الايد وبالحرف بتاع الختامة وبمشي عليها زي ما انت شايفة كده. بتدينا الشكل الهلال كده، فبتدينا رسمة جميلة، وفي نفس الوقت بتقدري ان انت تخلصي كمية كبيرة من الكحك بدون بقى منقاش ولا اي حاجة تانية بقى تتعبك وتطول عليكي الوقت. دلوقتي طبعا احنا معانا نوعين من الحشو، ملبن وعجوة. فازاي دلوقتي هنفرق ما بينهم لما تيجي تاكلي الكحكاية؟ انا هخلي النقشة اللي قدامك دي ملبن، يعني كل كحكاية هتاخد نقشة مختلفة عن التانية. العجوة والملبن كل واحدة فيهم النقشة بتكون مختلفة عن التانية، عشان لما تيجي تاكلي الكحك ما تضطريش ان انت تكسري في الكحك كله، تبقي عارفة ان الحشوة مثلا اللي فيها الخطوط الهلالية دي حشوة الملبن. اما بالنسبة للنقشة اللي احنا هنعملها بالبصامة فدي هتكون محشية عجوة. فيبقى احنا كده فرقنا ما بين الاتنين عشان لما تيجي تاخدي الكحك يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك وكل كحكاية تبقى مميزة. وبالنسبة لكيلو الكحك بياخد قد ايه ملبن؟ بياخد ربع كيلو ملبن. وبعدين انت ممكن تستبدلي السوداني بالسمسم او تسيبي الملبن سادة. ودلوقتي هندخل بقى على الستايل الثالث اللي هيكون موجود معانا النهاردة. ودلوقتي هجيب قطعة من العجين بس هتكون اكبر شوية من القطعة بتاعت الكحكة، وابططها زي ما انت شايفة كده على شكل قرصة. وكمان هجيب قطعة من العجوة تكون قد الليمونة كده واكورها، وبعد كده اقوم ضغط عليها ببطن ايديا وتبقى مبططة كده، فهتبقى اقل من حجم القرصة اللي قدامنا دي. هحطها فوقها اهي، بقت مبططة خالص اهي. هحطها فوق القرصة اللي احنا مبططينها، وبعد كده هلم الاحراف بتاعتها بقى كده وادخل الحشو بتاع العجوة يكون جوه. وانا بلفها كده حسيت ان العجينة كبيرة قطعت منها حتة، بلفها بقى خالص كده وبعد كده ببططها. بنبططها زي ما بنبطط القرص بالظبط، وفي نفس السمك وفي نفس الحجم. وبعد كده بجيب السكينة واقوم قطعاها نصين. بقت معانا كده سندوتشات، يعني احنا هنعمل سندوتشات عجوة. هو طبعا كحك بس بشكل مختلف، بس بجد الشكل ده كان ما شاء الله حلو جدا في الطعم، وكان اكتر حاجة اتسحبت قبل الكحك وخلص قبل الكحك كمان. شايفين السمك بتاعها والعجوة متوزعة جوه في قلب القرصة كلها. هنعمل بقى صينية بالشكل اللي قدامك ده. يبقى احنا كده معانا 3 استايلات للكحك. وفي ملحوظة احب اقولها لكم يا حبايبي، بالنسبة لعجينة الكحك بعد ما بنعجن الكحك بنشتغل فيه على طول، ما بنسيبهوش يخمر. بمجرد ما بنخلص النقش بنكون مسخنين الفرن وندخل على طول على التسوية، لان انت على ما بتخلصي صينية بتكون الصينية الاولانية اختمرت تمام. فاحنا لو سيبناها مدة طويلة النقشة بتاعتها هتروح تماما، فبالتالي احنا بنشتغل في الكحك على طول، خاصة كمان لو بتكوني انت اللي شغالة لوحدك ومفيش حد بيساعدك. وبالنسبة للي بيحب ينقش الكحك بالمنقاش وعايز طريقة تكون سريعة، انا هسيب لكم في صندوق الوصف طريقة استخدمناها قبل كده بالمنقاش واحنا بنعمل الكحك. الطريقة كانت سهلة وسريعة جدا، تقدري تعملي اي كمية وتنقشيها بسرعة. وازاي تعرفي كمان النقشة السريعة والنقشة السهلة هتعرفيها من خلال الفيديو اللي هسيبهولك ان شاء الله في صندوق الوصف، وممكن كمان اسيبهولكم في شاشات النهاية. ويا ريت يا حبايبي اللي لسه مكمل معانا لحد هنا ما ينساش يدعمنا باللايك، ولو اول مرة يشوفنا اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي يا حبايبي احنا مولعين الفرن وسايبينه يسخن، وهنبدأ بقى في التسوية. وبعد الفرن ما بيسخن بنهدي النار من فوق ومن تحت عشان يستوي معانا كويس. وبعد كده بيطلع معانا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده. وبياخد معانا قد ايه تسوية في الفرن؟ بياخد معانا من ربع ساعة لتلت ساعة. وكل شوية كده اثناء التسوية بتلف الصينية عشان خاطر تاخد اللون موحد. شوفي بقى نكسر مع بعض الكحكاية دي. انا هكسرها معاكم اهوت، اكمني ماسكة الموبايل بايد واحدة
فانا بكسر بايدي التانية. ما شاء الله الكحكايه قلبها مستوي والعجوه متوزعه على الكحكايه كلها من جوه وطالعه معانا فوق الممتازه. ودلوقتي هندخل الصينيه التانية. المفروض يا حبايبي لما بتدخلوا الصواني تستوي بتدخلي اول حاجه خلصتيها. هنا انا دخلت الصينيه متاخر، المفروض ان دي كانت تخش قبل الاولانيه، فبصي الخمر بتاعها يعتبر زاد شويه، فبالتالي النقشه بتاعتها تعتبر راحت معانا مش ظاهره. شايفه التسويه المظبوطه بتاخد معاكي لون جميل جدا. الارضيه واخده لون ذهبي والكحكايه من فوق واخده لون ذهبي، والالوان متناسقه ومتوحده بجد جميلة جدا، والكحكاية طالعة دايبة كمان معانا. ولو حابين تشوفوا وصفة تانية للكحك يكون السمنة بتاعتها قليلة شوية عن كده، يعني ما يبقاش ناعم قوي، انا هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف على اللي حابب انه يشوفه. ودلوقتي دخلنا الصينية بتاعت السندوتشات، ومعانا كمان لسه صواني لسه ما استوتش، بس احنا هنكتفي بهذا القدر من التصوير، وهقفل معاكم الفيديو عشان ما يطولش معانا اكتر من كده. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.